que somos la vergüenza del mundo. Bueno, hombre, en este momento. Yo sé. Y ya por varios ejemplos como pedir manos fuera de juego. الإعلام الإسباني ينتفض من أجل البحث عن العدل للمغرب، وإعلام إسباني يذيع تسريبا خطير من داخل الفار يورط فيه الحكم الإيطالي ويمهد لإعادة المباراة. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن المغرب ظلم تحكيميا، فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو واكتبوا في التعليقات العدالة للمغرب. ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. اليوم الكرة المغربية تقف أمام اختبار حقيقي، اختبار العدالة في عالم كرة القدم. منتخب المغرب ممثل العرب وأفريقيا تعرض لظلم تحكيمي صادم، ضربة جزاء صحيحية بكل آراء خبراء التحكيم في العالم، هدف غير صحيح للبرازيل، ورفض الحكم الإيطالي تطبيق قوانين الفار رغم التدخلات الواضحة. كل العالم شاهد، وكل قلب رياضي يتساءل: أين العدالة؟ لماذا يسلب حق المغرب بهذه الطريقة؟ اليوم نرفع صوتنا من أجل الحق، اليوم نبحث عن العدالة للمغرب، لأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها شرف، إنها كرامة، إنها الحق. وهنبدأ بالإعلامي الأسباني الشهير جوزيب بيدريرول، والذي أدلي بتصريحات نارية لقناة سبين سبورت وقال: اليوم نشهد فضيحة كروية لا مثيل لها. منتخب المغرب ممثل العرب وأفريقيا وقع ضحية ظلم تحكيمي واضح، وكل العالم شاهد. كل قرار تحكيمي كان ضد المغرب، وكل لقطة لم تحتسب لصالحهم. ضربة الجزاء للمغرب في الدقيقة الثانية. شاهدنا ضربة الجزاء المبكرة الداخل منطقة الجزاء بوضوح، والحكم لم يحتسبها رغم أن الفار أكد القرار. الهدف الثاني للبرازيل. هناك لمسة يد واضحة على لاعب البرازيل قبل الهدف، والوقت انتهى قبل تسجيله، والفار أشار للحكم لكنه تجاهل الأمر. هذا يدل على شبهة فساد ومجاملة للبرازيل على حساب المغرب. المغرب لا يطلب مجاملة، بل العدالة. كرة القدم يجب أن تنتصر، والمغرب كان مظلوما اليوم. وأنا وصلني تسريب صوتي من غرفة الفار، لن تصدقوا ما سمعتموه. حكم الفار يقول: اللعبة سليمة، أعطهم ضربة جزاء. الحكم الإيطالي: لا، القرار ليس بيدي. صوت غامض: لا تظهر اللقطة الثانية، اكتفي بالأولى. المغرب تعرض لأكبر ظلم تحكيمي. الفار حاول الإصلاح، لكن الحكم الإيطالي رفض. وهناك شبهة فساد واضحة ومجاملة للبرازيل. يجب إعادة المباراة فوراً، وشطب هذه الحكم الإيطالي المشبوه من الفيفا، فيما صرح تشافي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الأسبانية، وقال: ما حدث اليوم هو فضيحة بكل المقاييس. ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية لم تحتسب رغم وضوحها، والفار أكدها، والحكم الإيطالي رفض. هذا ليس خطأ، هذا تفويت واضح لصالح البرازيل. الهدف الثاني للبرازيل لم يكن قانونياً، لمسة يد واضحة على لاعب البرازيل، والوقت كان قد انتهى قبل إحرازه. لا يمكن السكوت على هذا الظلم. نحن لا نطالب مجاملة، نحن نطالب بالعدالة. نريد إعادة المباراة، ونريد أن يحاسب الحكم على كل شيء. كيف أثرت القرارات على أداء الفريق؟ كيف حاول المغرب التغلب على الظلم بروح قتالية؟ هذه ليست مجرد مباراة، إنها رسالة لكل من يريد أن يسرق حقوق هؤلاء الأشبال الصغار. ونحن لن يسكت، وكل العالم يعرف أن الحكم الإيطالي سرق المباراة من المغرب وأهداها للبرازيل. فيما صرح سيرخيو راموس وأدلى بتصريحات نقلتها قناة سبورت 2 وقال: أنا لاعب مدافع، أعرف معنى الضغط والاحتكاك، لكن ما حدث اليوم تجاوز كل الحدود. ضربة الجزاء لم تحتسب، الهدف الثاني غير قانوني، والوقت انتهى قبل تسجيله. كل ذلك مع رفض الحكم الإيطالي للتدخل الواضح للفار. وصف كل مخالفة واضحة لم تحتسب. مشاهد اللعب التي أثبتت تفوق المغرب. هذا ليس مجرد خطأ، هذا تفويت متعمد. نطالب بإعادة المباراة فوراً، ونريد التحقيق مع الحكم على كل هذه التجاوزات. هذه ليست مجرد مباراة، هذه رسالة لكل العالم. لا يمكن أن تسرق حقوق هؤلاء الأطفال الصغار في كرة القدم بهذه الطريقة الإجرامية. فيما صرح أنيستا وأدلى بتصريحات لراديو إسبانيا وقال: ما حدث في مباراة المغرب والبرازيل لا يمكن قبوله على الإطلاق. أنا أشاهد كرة القدم منذ سنوات طويلة، ورأيت آلاف القرارات، لكن ما حصل اليوم تجاوز كل الحدود. ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية للمغرب كانت واضحة تماماً، الفار أشار لها، لكن الحكم الإيطالي رفض تطبيق القانون. هذا ليس خطأ، هذا ظلم صارخ. المغرب كان الأفضل تكتيكياً وفنياً، تمريرات دقيقة، تنظيم دفاعي محكم،
هجمات مرتدة رائعة. الهدف الثاني للبرازيل غير قانوني، لمسة يد واضحة وانتهاء الوقت قبل تسجيله، والفار حاول التصحيح لكنه رفض. الكرة المغربية لم تمنح حقها، وهناك شبهة فساد واضحة. كل من شاهد المباراة يعرف أن المغرب استحق الفوز. العدالة الكروية يجب أن تنتصر. نطالب بإعادة المباراة فوراً، ليس مجاملة، بل حماية لشرف اللعبة. المغرب مظلوم ونحن مع الحق. فيما صرح بيكيه وأدلى بتصريحات لموقع أتليتيك وقال: سؤال واحد فقط، لماذا لم يحتسب الحكم الإيطالي ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية للمغرب؟ لأنه يعلم جيداً هذا الإيطالي المشبوه أن المغرب سيتقدم بهدف على البرازيل في الدقيقة الثانية، وهذا معناه أن المنتخب البرازيلي سينهار، وهو تعمد اثنين عدم احتسابها لهذه الفكرة القذرة. أما الهدف الثاني للبرازيل غير قانوني، والفار أشار لكل شيء، لكن الحكم الإيطالي تجاهل التعليمات. هذا تفويت متعمد لصالح البرازيل، شبهة فساد ومجاملة واضحة. لن نسمح بأن تسرق حقوق المغرب. يجب إعادة المباراة فوراً. العدالة للكرة المغربية واجب عالمي. كل العالم شاهد، المغرب مظلوم، والكرة يجب أن تنتصر للحق. فيما صرح كاسياس وأدلى بتصريحات لقناة ERT وقال: أنا حارس مرمى لأكثر من 20 سنة، رأيت كل أنواع القرارات، لكن ما حدث اليوم لم أره من قبل. ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية كانت واضحة جداً، والفار أكدها، لكن الحكم الإيطالي رفض تطبيق القانون. الهدف الثاني للبرازيل غير قانوني، وانتهى الوقت قبل تسجيله، كل ذلك مع تدخل الفار الذي تم تجاهله. المغرب كان الطرف الأفضل، والفريق أظهر انضباطاً دفاعياً مذهلاً. القرارات الخاطئة أثرت على مجريات المباراة بشكل كامل. شبهة المجاملة للبرازيل واضحة للعيان. إذا كانت العدالة لا تتحقق، فهذا يعيدنا إلى السؤال الأساسي: ما قيمة كرة القدم إذا تم التفريط بحق الفرق الشريفة؟ المغرب مظلوم ويستحق إعادة المباراة. أنا أؤكد على ذلك، إعادة المباراة ليست اختياراً، إنها واجب للحفاظ على نزاهة اللعبة. اليوم كل قلب رياضي عربي وكل محب للكرة شاهد الحقيقة. المغرب مظلوم، ولكنه لم يهزم في الروح ولم يسلب عزيمته. المنتخب المغربي لعب بشرف، قاتل حتى النهاية، وكان الأحق بالفوز، ولكن الظلم تحكيمياً حاول أن يسرق منه حقه. نرفع أيدينا بالدعاء: اللهم انصر المغرب واجعل الحق يظهر، وانصر لاعبيه، وامنحهم القوة والنجاح في كل مباراة قادمة، واحمهم من كل مؤامرة أو ظلم. اللهم وفقهم في كل خطوة، واجعل النصر حليفهم، واكتب لهم المجد والكرامة في كل مباراة، وبارك في اللاعبين والجمهور المغربي. إلى كل من شاهدوا المباراة وشهدوا الظلم: لا تصمتوا، اشتركوا في القناة، اضغطوا على زر الإعجاب، وشاركوا الحقيقة مع الجميع.